المباراة في حضور جماهيري كبير في ملعب المدينة التعليمية في العاصمة القطرية الدوحة. الحضور الجماهيري الذي ميز أغلب مباريات هذه البطولة. ضربة الانطلاقة أعطيت وأولى الكرات ليزيد أبو ليلى حارس مرمى المنتخب، عفوا للحارس العراقي أحمد باسل حارس مرمى المنتخب العراقي. المعركة ستكون في وسط الميدان من أجل الاستحواذ على الكرة، وأولى الانطلاقات من هنالك على الجهة اليسرى من قبل محمود المرضي. ترجع له مرة ثانية محمود، حاول يمر عنده الكرة الآن، ما زال محمود والتوزيع العرضية وأول ركنية لصالح المنتخب الأردني بلباسه الأبيض على يسار الشاشة. أول ركنية في المباراة، الثواني الأولى من عمر هذا اللقاء. من هنالك في تنفيذها محمود المرضي مع الرقابة الفردية يا سلام يا سلام على اللعبة الأولى، وأي لعبة لو جاء من أروع أهداف هذه البطولة بالشكل الذي شاهدناه في هذه اللعبة بالعقب، كانت رائعة جدا. الركنية في تنفيذها علي جاسم لاعب نادي النجم السعودي، يرفعها في القائم الاول راسيه، الدفاع خرجها ورجعت مره ثانيه، ما زالت عراقيه، ترفع مره ثانيه في الامام والدفاع والخطوره ما زال مره ثانيه عرضيه، خروج موفق من هنالك من محمود المرضي، حول مر التوزيع منه العرضيه، ارضيه خطيره، رجعت مره ثانيه لعناصر المنتخب العراقي، تلعب من هنالك. تعبتهم مباراة الجزائر عناصر المنتخب العراقي، والأردنيون كانت عندهم يوم راحة مقارنة بالعناصر المنتخب العراقي، والتغطية دفاعية من هنالك رائعة جدا. الكرة تروح في التماس، يا زلمة التغطية كانت من حسام أبو الدهب، رجعت للخلف. الأردنيون كلهم في منطقتهم، لعبت هنا في الوسط عن طريق زيد إسماعيل. زيد كل الكرات تقريبا تمر عليه، يرجع لكرار نبيل، ترجع له زيد، نزلوا تحت عناصر المنتخب الأردني. مباريات مثل هذه المغلقة لازم لها هدف. مصطفى سعدون على الجهة اليمنى، ترجع في الوسط لزيد إسماعيل من عند كرار نبيل، في الخلف الكرة هذه مع مناف يونس على الجهة اليمنى، تلعب الكرة في العمق من كرار نبيل، ترجع له مرة ثانية، هايلة الكرة من هنالك على الجهة اليمنى، توصل لمصطفى سعدون، يراقبها مصطفى سعدون من أمام عامر جاموس، رجعت مرة ثانية دائما مخالفة لأمجد عطوان وعناصر المنتخب العراقي بعد مرور 13 دقيقة لعب من عمر الشوط الأول. التعادل 0 مقابل 0. يلا يا يزيد يا أبو ليلى في أول محاولة وأول تسديدة وأول اختبار للحارس الأردني في هذه اللعبة المباشرة، يبدو أنها ستكون مباشرة. الكرة ملعوبة، أمجد عطوان كرته لم تمر، أو زيد إسماعيل لم تمر، ورجعت تماما في الخلف لصالح منافيو. لمصلحة من سيكون هذا التوقف الاضطراري في المباراة لحد الآن؟ كرة ملعوبة من هنالك على الجهة اليمنى عن طريق مصطفى سعدون، يلعبها في العمق، ضاعت الكرة، استرجعت من نزار الرشدان، والانطلاقة نزار كاد يضيعها، لعبت على الجهة اليسرى لمهند أبو طه، يراقب كورته، يرجع للخلف. الاستحواذ لحد الآن عراقي. كرة من هنالك هايلة على الجهة اليسرى، والانطلاقة من محمود المرضي، والتوزيع والركنية مرة ثانية. إلا إذا كان خيار المدرب الأردني هو أنه ينتظر العراقيين في منطقته وينطلق في الهجمات المعاكسة. مهند أبو طه على الجهة اليسرى، ما زال عنده كرة الآن، مهند لم يمر، تغطية دفاعية من مصطفى سعدون، استرجعت أردنية في وسطية الميدان من هنا بواسطة نزار الرشدان، هيل الكرة من نزار، ولكن بعيدة تماما على الجهة الفنية اللي نالها كل منتخب مشارك في هذه البطولة. مش عارف كيف نجازي ونكافئ الجماهير الحاضرة في الدوحة، والتي التزمت بكل متطلبات المناصرة وكل متطلبات الحياة في الدوحة، مهما كان من أين جاءوا يعني صراحة. ترجعت كرة عراقية مرة ثانية، الأردنيون يحاولون البقاء هنا في منطقة المنتخب العراقي. في الوسط زيد إسماعيل، رجع لأكرم هاشم،
حكم هاشم موجود من هنا. احمد يحيى، احمد مكزني بعيد او مكنزي لم يقدر على هذه الكرة، استرجعت من هنا من ادهم القريشي الذي يستفيد من خطأ. ارتكبه احمد مكنزي، لا هذا حسام ابو الذهب لاعب نادي السالمية، يلعبها في الرجل، تغطية دفاعية عراقية استرجعت أردنية في الخلف من هنالك على الجهة اليسرى. حسام أبو الذهب ترجع له والتوزيع على العرضية القائمة الثانية خطيرة خطيرة، وتغطية دفاعية كانت من أحمد يحيى في الأول وأحمد مكنزي في الثاني، ثم استرجعت أردنية مرة ثانية من هنا عامر جاموس. تنويع في اللعب، هذه كرة بعيدة طويلة، خروج من هنالك. احمد باسل يتمكن من هذه الكرة، ثم احمد يحيى يخرج الكرة مباشرة في التماس. ادم يرجع مرة ثانية، هي توزيعة هي توزيعة هي توزيعة، القائمة الثانية ملعوبة بشكل رائع من هنالك وبالراس. عود الفخوري يطالب حكم المباراة بعودة إلى الغرفة هنالك للنظر بما حدث. هاي اللعبة لا 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 لا، هو ضربت في يده، لكن هاي ضربت في يده جدا. احنا تقدير حكم المباراة فيها وعليها. خلينا نسمع الحكم ماذا يقول. Player number 3 from Iraq makes his body bigger and the ball touched the arm. Final decision is penalty. Penalty, 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 penalty. يقرر حكم المباراة بعد لمسة اليد هذه من مصطفى سعدون على الصورة، وكأنه كان شاعر مصطفى بأنه الحكم سيحتسب ركلة جزاء في الدقيقة 40 الآن. الأردن يتحدث لمن الغلبة في هذه الكرة، لمن الغلبة. علي علوان لم يأخذ المكان المناسب، علي علوان بروعة وجول، لم يأخذ متسع من المكان. علي علوان بالبراعة وبالروعة على يسار الحارس أحمد باسل يفتح مجال التسجيل للمنتخب الأردني في الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول. بعدها ستولع المدرجات، بعدها سيولع الملعب فوق أرضية الميدان، بعدها سيخرج العراقيون، بعدها سيستثمر الأردنيون في الهجمات المعاكسة، بعدها سنشاهد أهداف أخرى إن شاء الله في هذه المباراة بين الأردن والعراق. علي علوان بروعة على الجهة اليسرى حتى الكرة من أمام أحمد باسل وسجل الهدف الأول للمنتخب الأردني في الربع النهائي الثالث في هذه البطولة. علي يفعلها ويسجل الجول الأول للأردنيين أمام منتخب عراقي يملك من المقومات ما يؤهله للعودة في المباراة. هل العودة في النتيجة؟ هذا هو السؤال. مصطفى من أمام علي جاسم مرفوعة والراسي، مرت سلامات بهكذا الشكل، كم هي رائعة في اتجاه الرؤوس بحثا عن راس احمد مكنزي في القائمة الثاني. شوف الإعادة هنا علي جاسم، هذه توزيعة وإلا فلا. شوف حكم هاشم ثم مكنزي ثم الدفاع يخرجها، تروح ركنية لصالح المنتخب العراقي. هل اقترب هدف التعديل يا علي جاسم؟ هل اقترب هدف التعديل يا علي جاسم؟ راسي حكم هاشم والدفاع، الخطورة ما زال. في خطأ من حكم هاشم هنا. لعبة في الوسط لكرار نبيل في المراوغة، كرار بعيدة يا كرار، رائعة الكرة من علي جاسم، كاد يفعلها ويسجل هدف التعديل. يزيد ابو ليلى يخرجها في الركنيه، يا سلام، والا كان سيكون هدف التعديل. هذا صاروخ ارض جو ولا اروع من قبل علي جاسم الذي يريد ان يتحرر عندما يتحول من هنالك على الجهه اليسرى مع دخول حسين عبد الكريم. هاي الركنيه لعناصر المنتخب العراقي مرفوعه بشكل رائع راسيه والدفاع خرجها. استماتة كبيره لحد الان لدفاع المنتخب الاردني، بل لمنتخب